السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايبي ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة احلى صينية رز معمر في الفرن البلدي مع صينية بطاطس بالفراخ، حاجة كده زي ما انتم شايفين كده، الجمال والريحة ما اقولكوش. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزلكم كل جديد. اول حاجة معايا البصل، مقطعاه كده بصلتين كبار، ورشيت عليهم الملح والفلفل، وقطعت عليهم قرن فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين. وانا طبعا مجهزه البطاطس مقطعاها وحاطه عليها جزاريه كده والفراخ بتاعتي مقطعاها وكنت نقعاها ومخليها زي الفل كده زي ما انتم شايفين. هدعك كده البصل بالفلفل بالقرن فلفل كده الاخضر والفلفل الاسمر كده مع بعض، كده هدعكهم كده مع بعض والملح لحد ما البصله كده بتطلع الميه بتاعتها. بعد كده بقى معايا الصينيه اللي انا هعمل فيها البطاطس بتاعتي، هحط معلقتين سمنه حلوين. الاكل بتاعنا هنعمله في الفرن البلدي يا جماعه، في الفرن البلدي الفلاحي اللي ريحه الاكل فيه كده بتفحفح. ساعه السمنه كده ما تقدح، هنزل بالفراخ بتاعتي كده، هديلها الصدمه كده السريعه. طبعا هرش بقى على الفراخ كده شويه فلفل. هقلب بقى الفراخ كده بتاعتي، بس تاخد بس لون كده بسيط، يعني مش هحمرها قوي يعني، هتاخد بس لون كده. دي احلى بقى صينيه بطاطس بالفراخ. الطريقه سهله وبسيطه وتحفه كده والله، بتفرق في الطعم بقى، يعني حاجه كده مختلفه. هنزل بقى بالبصل بتاعتي اللي انا دعكاها بالفلفل بالملح على قرن الفلفل الاخضر. ولو مش بتحب الفلفل الاخضر في صينيه البطاطس فما تحطوش عادي. هنزل كده هقلبه كده تشويحه كده مع بعضها. وانا مجهزه الطماطم بتاعتي ضربها في الخلاط وحط عليها 5 فصوص توم. يعني ما قطعتهمش كده، يعني حطيتهم، ضربتهم في الخلاط مع الطماطم. هنزل بقى كده بشويه كاري. نص معلقه كاري كده بتخلي البطاطس في حته تانية خالص. بحاول كده اقلب البصل كده ياخد التشويحه كده مع الفراخ. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي. انا مقطعاها وكنت نقعاها عادي وحط عليها جزرايه كده، اللي مش بيحب برضو الجزر في البطاطس ما يحطوش. هي كانت عندي جزرايه كده فقلت اما احطها على البطاطس، بتدي برضو يعني طعم حلو كده في البطاطس، او اللي بيحبش الجزر ما يحطوش عادي. هقلب كده، هظبط بقى الفراخ كده هطلعها على الوش، والبطاطس تبقى بقى تحت كده، عشان ايه؟ الصوص كده اللي ينزل من الفراخ يبقى في طعم البطاطس كده، والصينيه كلها كده تضرب في بعضها كده مع بعض يعني. الطعم كده يعمل ميكس كله مع بعضه. الطماطم طبعا انا حاطه معاها حوالي 5 فصوص توم اهوت، وانزل بالطماطم بتاعتي. بظبط بقى الملح بتاعي، بزود يعني شويه ميه كده عشان خاطر البطاطس تستوي الاول. بديلها بس غلوه واحده وهوديها الفرن بقى البلدي. هتشوفوها دلوقتي معاكم في الفرن البلدي. احنا بنخبز بقى الخبيز النهارده يا جماعه بتاعنا، واحنا هنعمل الاكل بعد الخبيز بنحطه في الفرن. شويه فلفل كده بسيط، لان انا حاطه في البصل وحطيت برضو في الفراخ فوق، وانا بشوح كده الفراخ. والملح بقى بتاعتي ظبطته، وحطيت نص معلقه سكر برضو في البطاطس كده. هديلها غلوتين كده وبركنها. هعمل بقى الرز المعمر بتاعي، هغسله اهوت. بعاير بقى الصينيه حوالي 3/4 كده، الصينيه الرز بغسله وبنقعه شويه في الميه. ودي البطاطس اهي اديت لها الغلوه ديت وطفيت عليها خلاص. الرز بقى صفيته من الميه وحطيت له الملح بتاعه. وعندي هنا حته القشطه ديت هدعكه كده هدعكها في الرز. بظبط بقى الملح بتاعي، وحطيت كده حته سمنه صغيره عشان الرز المعمر في الفرن البلدي يا جماعه مش بيحتاج لدسم كتير، عشان خاطر وشه كده يطلع ويبقى كده زي ما انتم فاهمين يعني. كده بقى احنا رحنا عند الفرن، وانا بحط بقى اللبن عند الفرن. انا خدت الرز بتاعي والبطاطس بتاعي ورحنا بقى عند الفرن.
كانوا لسه بيخبزوا ماهوت. ده الخبيز بقى البلدي بتاعنا يا جماعة، العيش البلدي الفلاحي بتاعنا اللي يعتبر في كل بيت، زي العيش اللي هو الابيض، او العيش الطابونة، او العيش السياحي اللي هو او العيش الابيض، يعني اللي هو اللي بنشتريه من بره. لا، ده بيبقى عندنا اساسا، يعني حاجة اساسية كده في البيت، في كل بيت. العيش ده بقى طبعا خفيف جدا، وده يعني ده عيش بالدقيق الغلة بتاعنا يا جماعة. اهوت كده، وده الخبيز بتاعنا بقى. ما بنخلص بنعبي العيش ده في اكياس وبنحطه في الفريزر، او بنحطه على رف التلاجة على حسب يعني. وفي ناس بتنشفه اصلا، اللي هو بتعملي منه فتة، بنعمل منه فتة عادي، بنعمل منه تسقية او فتة للعدس او للحمة، في اي حاجة يعني. بنغمس به الطعمية، بنغمس به البامية، الملوخية، اي حاجة كده. خلصنا الخبيز بتاعنا، وحطينا بقى الغدا بتاعنا كده في الفرن زي ما انتم شايفين. البطاطس بقى والرز المعمر، كل واحده عامله لها صينيه رز وصينيه بطاطس. اهوت شايفين بقى الجمال، حاجه كده تحفه كده بريحه رمضان كده وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب كده يعود علينا الايام بخير، وعليكم يا رب، وعلى المسلمين اجمعين. وده بقى الغدا بتاعنا يا جماعة. وهناك كده الصينية اللي هناك المتغطية ديت، عشان بس وشها ما يتحرقش قوي، عشان هي يمة المحمى جوه. وده بقى الغدا كان بتاعنا النهاردة، صينية الرز المعمر، وصينية البطاطس بالفراخ، وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.